السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الغسالة اللي هي بمجفف بدراير أو من غير مجفف اللي هو الدراير. في غسالات بتبقى مجفف كامل وفي غسالة بتبقى بتجفف نص الكمية. أنا إزاي أعرف إذا كانت الغسالة دي فيها تجفيف كامل ولا ما فيهاش؟ أولا ببص على الغسالة بلاقي الغسالة مكتوب عليها عندي هنا أهو، ادي اهي مكتوب عليها دايركت درايف 9/5 كيلو. يعني ايه 9/5 كيلو؟ يعني الغسالة دي الوزن بتاعها بتشيل 9 كيلو، بس ساعة التجفيف بتجفف 5 فقط. يعني انا بشيل جزء من الغسيل، نص الكمية، بطلع الغسيل بره بحطه في طبق، وبعد كده اجفف ال5 كيلو اللي هم موجودين جوه الغسالة. بروح على التجفيف، بدوس على زرار بتاع التجفيف وتبتدي تجفف معايا الغسالة. التجفيف ال5 كيلو بينشفوا، وبعد كده ببتدي اطلع الغسيل اللي نشف، وابتدي بعد كده ادخل الكمية التانية وابتدي اجفف ال5 كيلو الباقيين او ال4.5 كيلو الباقيين، تديني تجفيف كامل يطلع على المكوى على طول مباشرة، ما يبقاش فيها اي اختلاف. ده كده بالنسبة للغسالة اللي هي المجفف اللي هي 2 في 1، بتبقى 9 كيلو او 10 كيلو او 8 كيلو على حسب انا ما بطلبها من البياع او من المحل اللي انا بشتري منه. فبتبقى الغسالة وزنها 8 كيلو او 9 كيلو او 10 كيلو على حسب الاحتياج وعلى حسب الحجم اللي انا بطلبه بلاقيه موجود. ادي 8 كيلو اهي، دي 8 كيلو بمجفف اهي، برضو بتغسل 8 كيلو وتجفف 5 كيلو. اول ما الاقي عليها العلامه دي على طول اعرف ان فيها مجفف اهي. تجفيف 5 كيلو برضو نص الكميه بتتغسل، تطلع تغسل الغسيل كله 8 كيلو وتطلع نص الكميه بتاعتها وتجفف الباقي، يطلع على المكوى على طول، مش محتاج ان انا انشره. يعني مثلا لو في مكان في الصيف، في مكان في الشتاء بيبقى الجو مثلا امطار وكده، مفيش مكان ان انا انشر، ببتدي اجفف نص الكميه. For pillows. انه Do you have an idea? Go there or go there or go there? ارت Art? ارت كومباني، يس Art could be- ارت كومباني، يس ليفت. 8 كيلو و9 كيلو زي ما احنا قلنا و10 كيلو. معلش ده حد كان بيسأل على محل بتاع برضه ادوات، فبنسأل بيقول في شركة ارت اللي هي اللي جنبنا بتاعت الهدوء بتاعت الاركيت والحاجات اللي هو الموكيت والحاجات دي. تمام. قلنا الغسالات، طبعا الغسالات اللي من فوق مفيش منها حاجه من دراير الا غير لما كانت بتنزل حاجات كتيره موجوده ال جي، كانت بتبقى مقاسات كبيره ودي اللي كان بينزل منها بدراير. بالنسبه للغساله اللي فوق اوتوماتيك، ده كده بالنسبه للغسالات اللي هي الاماميه، دي اللي هي بدراير او اللي هي فيها نص الكميه. دي الغسالات بقى اللي هي العاديه اللي هي من غير دراير، دي مش مكتوب عليها اللي احنا قلنا اللي هي الكميه. يعني ادي هي 7 كيلو، دي مش بدراير ولا فيها تجفيف خالص، دي بتطلع الغسيل بيطلع منها بنسبه 80%، يطلع لازم يتنشر مش يبقى تجفيف كامل. تمام. ادي اهي، ده كده تجفيف عادي، دي 8 كيلو ادي اهو 8 كيلو. في بقى ده دراير لوحده، ده مجفف لوحده، ده مجفف فقط. ادي اهو، ده كده لما اشوف الغسالة كده ده مجفف فقط مش غسالة. يعني الغسيل يعني ممكن بيبقى الاثنين مع بعض كده، اشتري الاثنين مع بعض دول كده، اللي فوق واللي تحت، وبيحط الاثنين على بعض وبيتربطوا بحزام طبعا، والشال الغسيل يطلع من الغسالة اللي فوق يطلع كله ويتحط في التجفيف اللي تحت. طالما هو اصلا هنا ده مجفف غسالة 8 كيلو وده مجفف 8 كيلو، بطلع ال 8 كيلو احطهم هنا وشكرا على كده، واشغل تجفيف وابتدي اجفف الكمية كلها اللي انا عايزها.
في المجفف بتاعه كده، مش محتاج انشر. لو في امطار في سيول مش فارقه معايا، بطلع الغسيل وانا اجففه كده، يبقى انا خلصت الغسيل بتاعي، يبقى مفيش مشكله، مش محتاج ان انا انشر ولا محتاج اي حاجه بالنسبه للغسيل، ولا اعصر ولا يبقى في شطف ولا في يبقى اي حاجه. فكده يبقى انا جففت الغسيل بتاعي. ده كده بالنسبه للغساله اللي هي العاديه والغساله اللي بالمجفف. وطبعا كان في ناس برضه بتتكلم على الشكل اللي من جوه في الغساله، ازاي مثلا ادي الباب اهو، الباب حجم كبير قوي، يقول لك انا عايز الغساله يكون حجم كبير، باب كبير. خلي بالكم يا جماعه، الغسالات بتبقى كتير قوي ان الباب الخارجي بتاعها بيبقى شكل الازاز، يعني شايفين ده اهو، اهو ده كده اهو، ملمس كل واحد اهو، بس هي الباب بتاعها مش من جوه مش كبير، يعني الحله مش كبيره، هو الشكل الخارجي بيديني منظر ان الباب كبير، الغساله الحله بتاعتها كبيره، لا ده الشكل الخارجي بس اهو. انا هفتح اوريكم دلوقتي، ادي الغساله من جواها، شايفين؟ طبعا الحله مفيش حاجه اسمها حلتين ستانلس خالص دلوقتي، لان في ناس كتير يقول لك لا انا عايز غساله تكون حله ستانلس. كل الغسالات دلوقتي اللي موجوده في السوق بتبقى واحده فايبر واحده ستانلس. ادي الغساله الفايبر، الحله الفايبر اللي هي الخارجيه فايبر اهو، ده في حله فايبر، ودي حله اللي هي الستانلس. كل غساله فيها حلتين، حله داخليه وحله خارجيه. الحله الداخليه بتبقى ستانلس ستيل، والحله الخارجيه بتبقى فايبر. والرشاشات طبعا مفيش رشاشات كتير بتبقى ستانلس، دي رشاش بلاستيك، دي اسمها رشاشات، ده كده اسمه رشاش اهو، ده اسمه رشاش. ده الرشاشات كده بتبقى فيها كام رشاش؟ 4 رشاش او 5 رشاش على حسب الشركه المصنعه وعلى حسب الشركه المنتجه. دي بالمناسبه انها غساله فريش كمان دي اهي، ودي برضه فريش. غسالات كلها بتبقى برشاشات، وبتبقى حله داخليه وحله خارجيه، والحله الداخليه بتبقى ستانلس، والحله الخارجيه بتبقى فايبر مش ستانلس. مفيش حاجه اسمها حلتين ستانلس، عشان الناس اللي بتفتكر ان الغساله فيها حلتين ستانلس. كان زمان بتنزل ماركات كتيره بتبقى حله ستانلس. ادي اهو برضه نشوف تاني، برضه ادي اهو برضه فايبر اهي، مش ستانلس برضه اهي. وادي الرشاشات بتاعت الغساله، دي رشاشات. دي على فكره الرشاشات دي برضو والحاجات العاليه دي ميزه، عشان دي اللي بتقلب الغسيل، ودي اللي بيطلع منها الميه علشان تبتدي تعمل بالنسبه للرش الغسيل والمسحوق. الميه اللي بينزل منها معاها المسحوق بتنزل على الهدوم، فمن الرشاشات دي، عشان ما فيهاش مدخل تاني الا غير من الرشاشات دي. وطبعا الحله دي بتبقى على عكس، في حاجات بتبقى اسمها دايركت درايف، بتبقى على ظهر الغساله من ورا. مش كل الغسالات بتبقى دايركت درايف، في حاجات معينه بتبقى دايركت درايف بيبقى مكتوب على الغساله نفسها. هوريكم برضه حاجه مكتوب عليها دايركت درايف. بالنسبه للغساله دايركت درايف يعني اللي هي بيبقى الموتور بتاعها مش على سير ولا سوست ولا مساعدين. ادي دايركت درايف اهو، اهو دايركت درايف. دايركت درايف دي يعني حمل الغساله بيبقى على الاكس اللي موجود في ظهر الغساله من ورا، مفيش سوست ولا سير ولا مساعدين. ودي ميزه عشان ما تعملش رجه ولا هزه في الغساله لما تيجي تعصر، لان في غسالات كتير الغساله بتجري، الغساله بتتحرك من مكانها، الغساله بتعمل صوت، الغساله مش عارف بتعمل ايه. ده كله ده بيبقى نتيجه للسير او بالنسبه للمساعدين او رمان البل اللي بيبقى موجود في الحله من جوه. ودي الغسالات الدايركت درايف الموديلات الجديده اللي نازله دلوقتي، 80% من الشركات اللي بتعمل الغسالات الجديده كلها بتنزل اللي هو دايركت درايف، ده اللي هو بيلغي المساعدين وبيلغي السير بتاع الغساله. لانه في ناس كتير كانت بتشتكي، طبعا زمان كان كله بيشتكي من موضوع الغساله اللي هي دايركت درايف. كده يبقى احنا وصلنا لكل المعلومات اللي احنا عايزينها بالنسبه للغسالات. ولو في اي حد حابب يسال على اي نوع من الغساله او استفسار في اي منتج من الغسالات اللي هي موجوده معانا، اذا كانت بمجفف او من غير مجفف، او حابب يسال على موديل معين، غساله فول اوتوماتيك فتحه اماميه، او غساله فوق اوتوماتيك فتحه علويه، ده كمان، او غساله فوق اوتوماتيك فتحه علويه على حسب الكيلو وات بتاعها، موجوده عندنا من 8 كيلو لغايه 20 كيلو متاح معانا. موجوده الغسالات اللي هي الفتحه اللي من فوق، والغسالات الفتحه الاماميه موجوده معانا من برضو من 5 كيلو لغايه 10 كيلو بالنسبه للغسالات الاماميه. لو اي حد حابب يسال عن اي منتج، احنا يوميا بنفتح لايف من الساعة 8 مساء لغاية الساعة 9 مساء، يعني مدة ساعة، يوم الحد والاثنين والثلاث والخميس. حد واثنين وثلاث وخميس بنبقى فاتحين لايف ان شاء الله، عشان لو اي حد حابب يسأل عن نوع غسالة، نوع الثلاجة، نوع بوتاجاز،
ديب فريزر، سخان، كل الموديلات وكل الماركات متاحه معانا وموجوده معانا. زي ما انتم شايفين المعرض كبير ما شاء الله ومتاح، وموجود فيه تكييفات، موجود فيه ثلاجات، موجود فيه غسالات، كل الاجهزه الكهربائيه موجوده ومتاحه اهو زي ما انتم شايفين اهو. اي حد محتاج اي حاجه يدخل معانا لايف الحد والاثنين والثلاث والخميس من 8 ل 9 مساء ان شاء الله بنبقى متاحين ومتواجدين معاكم. اي حد حابب يدخل اهلا يشرفنا في اي وقت، وفي الوقت اللي احنا فاتحين فيه، ويدخل اللي هو بتعليقه يشوف هو محتاج ايه، وهنرد عليه ونساعده ونقول له المنتج ده كذا وظروفه كذا، واذا كان شغال في السوق ولا مش شغال. وادي برضو البوتاجازات متاحه معانا برضو، بس طبعا الشمس ضاربه فمش الصوره مش واضحه كويس. وادي رفايع المطبخ كمان، ادي المعرض اهو، وادي الغسالات زي ما احنا شفنا، وادي الثلاجات عشان تبقوا عارفين ايه الحاجات اللي موجوده، والمراوح كمان برضو متاحه معانا. عشان لو حد حابب يشوف اي حاجات البلت ان، السخانات الكهرباء، الحاجات البلت ان الموجوده معانا برضو متاحه، والشفاطات كله متاح ومتوفر. لو اي حد حابب يشوف اي منتج شرفنا في اللايف من 8 ل 9 مساء يوم الحد والاثنين والخميس، حد واثنين وثلاث وخميس. ادي ثلاجات برضو، مبرد الميه، البوتاجاز اهو، كل الثلاجات موجوده، بيكو وشارب وتوشيبا وال جي، تورنيدو، كريازي. شرفتونا نورتونا، في انتظاركم ان شاء الله في دخول اللايف من 8 ل 9 حد واثنين وثلاث وخميس. شكرا ليكم في قناة جهز بيتك مع أبو فارس الأجهزة الكهربائية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في انتظاركم من 8 ل 9 مساء حد واثنين وثلاث وخميس. أشكركم، على السلامة، دمتم في رعاية الله وأمنه.